هل الدولة معنية أيضا بإجراء ما تجاه رجال أعمال أثروا في ظل السنوات السابقة وتضخمت ثرواتهم واستفادوا من خيرات البلد بشكل طبعا يعني في ظل فساد سابق؟ هل الدولة معنية الآن بإجراء ما تجاههم زي ما هو في إجراء؟ هو في اتجاهين. في اتجاه طبعا تطوعي، خلينا الصورة واضحة بالنسبة لحضرتك؟ واضحة جدا. سؤال حضرتك واضح. في اتجاه تطوعي، وإن احنا بنناشد رجال الأعمال اللي استفادوا، سواء احنا مش عايزين نقول استفادوا بطريقة غير قانونية، لأن معظمهم يمكن استغل ثغرات في القانون واستفاد. السؤال: عمرك شفت سفالة أكتر من كده؟ بصراحة لا يا فندم. أيوه، دي الإجابة الصح. ما نقدرش نقول ما انا بقول لحضرتك في ظل فساد، يعني لما رجال اعمال ياخدوا مثلا متر ارض باقل القليل من ثمنه. يعني حضرتك انت كحكومه كنت عارضه في الوقت ده بهذا السعر، يعني كنت عارضه بدولار. ايوه يا باشمهندس، هو فساد. هو يعني هو راجل اعمال مش عارف ان ده مش سعره الحقيقي مثلا، يعني ما هو عارف ان ده مش سعره. لا، انا عايز اقول في حينه، يعني انا مش بدافع عن رجال الاعمال ولا بدافع عن اسعار الاراضي. لا يا راجل.